والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون شرح الترند اللي انت شفته في اول الفيديو ده. لو عايز تعرف تعمله ازاي بطريقة سهلة وبسيطة تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة طبعا اذكروا الله وصلوا على النبي كده عشان نبدأ بداية حلوة ان شاء الله. وبس كده، ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الشروحات الجديدة اول باول. ويلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجة ندخل على الانستجرام زي كده، وبعد كده يا شباب هندخل على الستوري طبعا زي ما احنا متعودين في كل الفيديوهات اللي فاتت، وهنبدأ ان احنا نكتب كلام الترند مع بعض. لو عايز تعرف ازاي تكتب بخط الايفون شوف الفيديو اللي قبل ده على طول، هتلاقيني منزل طريقة كتابة الايفون. وبس كده، تابع معايا بقى الفيديو. هنكتب كلام الترند مع بعض وبعد كده ارجع لكم تاني على طول. بس ما تنسوش قبل اي حاجة طبعا بعد ما بنكتب الكلمة زي ما انتم شايفين كده هندوس على الثلاث نقط اللي على الشمال ونعمل حفظ للصورة. دي اهم حاجة طبعا، كل كلمة نكتبها مع بعض نعمل لها حفظ. وبس كده هظبط الكلام كله وارجع لكم تاني على طول. بعد ما خلصنا الكتابة على الصور زي ما انتم شايفين كده يا شباب هنبدأ ان احنا نفتح برنامج كاب كات ونضيف الصور بتاعتنا عشان نعرف نظبط من عليه الفيديو. تابعوا معايا بالفيديو. لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك للفيديو. وهندخل على برنامج كاب كات اللي انتم شايفينه قدامكم ده. وبعد ما نفتحه زي كده يا شباب هيظهر معانا بالواجهة دي هندوس على كلمة نيو بروجكت عشان نضيف من عليه الصور بتاعتنا. واهم حاجة ان احنا نضيف الصور بتاعتنا بالترتيب زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ندوس على كلمة اد اللي تحت على اليمين دي. واهم حاجة ما تنسوش تضيفوا الصور بتاعتكم بالترتيب، اهم حاجة الترتيب يا شباب. وبعد ما ضفنا الصور بتاعتنا بالشكل ده بنبدأ ان احنا نضيف الصوت بتاع الفيديو. بندوس على كلمة اد اوديو اللي تحت الصور دي ونخش على الفولدر ده ونضيف منه الصوت اللي هتلاقوه في جروب التليجرام اللي هو اللينك في الوصف. هتلاقيني منزل الصوت بتاع الفيديو ده على طول، حمله وخد منه الصوت. وبعد ما نضيف الصوت زي ما انتم شايفين كده بنبدأ ان احنا نسمع اول حتة في الاغنية زي كده بنلاقي ان فيها موسيقى. بندوس على علامة الزائد اللي نضيف اول صورة من غير كتابة خالص. بعد ما ضفنا الصورة اللي هي مش مكتوب عليها خالص بنبدأ ان احنا نظبطها على قد الصورة اللي جنبها بالظبط عشان ما يبقاش في اي اختلاف خالص في الصورة. ركزوا معايا بقى يا شباب في الخطوة اللي جاية دي عشان نبدأ ان احنا نظبط مع بعض الثواني بتاعة الصور. بنقص صورة صورة على قد بنقص صورة صورة مع كلام الأغنية. يعني مثلا الكلمة دي مكتوب عليها ضحكتك، هنسمع كلمة ضحكتك ونقصها من بدايتها لآخرها. تمام زي ما انتم شايفين كده. تابعوا معايا خطوة بخطوة. هظبط الثواني بتاع الصورة وارجع لكم تاني على طول.
بعد ما خلصنا الثواني بتاع الصور خالص هنبدأ ان احنا نروح في اول صورة زي كده، ندوس على الفاصل اللي بين كل صورة وصورة هيفتح معانا الافكتات دي. طبعا هنمشي كده على اليمين هنلاقي كلمة اسمها بلاك فيد، هندوس عليها زي كده ونحدد الصور كلها وندوس على علامة الصح. ده كده اللي هو الفلاش اللي بين كل صورة وصورة. كده بقى ركز معايا في الخطوة دي عشان نبدأ ان احنا نعمل الزوم بتاع الفيديو. وهنروح عند الصورة اللي مكتوب عليها ضحكتك زي ما انتم شايفين كده، وهندوس على علامة الكي فريم في اول الصورة، وهنروح في اخر الصورة هنعمل ايه زوم عند الكلمة بالظبط. دي طريقة الزوم اللي هنعملها، هنمشي بيها واحدة واحدة بالظبط. دي طريقة الزوم اللي بعملها في أي ترند بنزله عندي على القناة. وهنروح عند الصورة اللي مكتوب عليها مين، وهنحط علامة كي فريم في أول الصورة بالظبط زي كده، ونروح في آخر الصورة هنعمل الزوم بتاعنا عند الكلمة اللي احنا عايزينها. يعني مثلا انت عايز تعمل زوم على الكلمة دي هتعمل زوم بالطريقة دي، أي ترند مش شرط الترند ده يعني. وهنروح عند كلمة شيف على الخدين، هنروح عند الخدين طبعا ونحط علامة كي فريم ونعمل زوم برضو عندنا. مثلا انت كاتب كلمة انا عملت اي نكش كده عشان نثير الجدل بس. وهنروح عند كلمة يا حكاية وهنحط علامة كي فريم، وفي اخر الصورة هنعمل الزوم بتاعنا الجميل. وهنروح عند كلمة جايز ونحط علامة كي فريم ونيجي في اخر الصورة ونعمل الزوم. دي بصوا قلتلكم مليون مرة كده، دي طريقة الزوم عشان ما يبقاش في اي مشكلة معاك وانت بتعمل الفيديو. وهنروح في اخر صورة اللي هي معايا دي وهنعمل برضه علامة كي فريم ونعمل زوم في اخر الصورة. وبعد ما خلصنا الزوم بتاعنا في كل الصور بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده هندوس على كلمة افكت بعدين فيديو افكت. تمام، بعد كده هنخش على بيزك، وبعد كده هنخش على ايه، هنختار هالو بلور اللي هي تاني واحدة في الصف الاول على الشمال، وهنحددها في اول صورة بس، ده عشان يبقى فيه بلور في اول الصورة. تمام، عشان ايه تبقى شكلها شيك اهو. بعد كده هندوس على فيديو افكت تاني، وبعد كده هنخش على بيزك برضو ونختار منها شيك. تمام، وندوس على علامة الصح بالشكل ده واحدة واحدة معايا. بعد كده تخش على adjust وتقلل السبيد على حسب ما انت عايز طبعا في الصورة بتاعتك. شوف لو عايز تمشي معايا امشي معايا. تمام، ونظبط السبيد بتاع الشيك. تمام، بعد كده نحددها برضو في اول صورة بس، وندوس برضو على فيديو افكت تاني. وبعد كده نخش على بارتي واحدة واحدة معايا كده. هنخش على بلاك فلاش اول واحدة في الصف التاني على الشمال، ونحددها في اول صورة، ونقدر ان احنا ناخدها كوبي برضو معايا. تابع معايا خطوة بخطوة، ونحطها مثلا ايه عند الشفايف والخدين والكلام ده كله، نظبطها مع بعض ونقصها زي كده واحدة واحدة معايا كده عشان يبقى فيه ايه فلاش في الرايق رايق رايق. هنظبطها زي كده، وبعد ما ظبطناها ناخدها كوبي. ثانية واحدة بس اظبط اخر حتة دي واخدها كوبي معاكم بالشكل ده. شوف احنا هنحطها مثلا فين، هناخدها كوبي زي ما انتم شايفين كده، وهتمشي كده على اليمين وهنحطها عند ايه الكلمة دي اللي هي حكاية. تمام، يا حكاية هتلاقي الفلاش اشتغل. ونشوف مثلا نحطها فين نحطها في اخر صورة وخلاص. اخر صورة برضه هنحط فيها الفلاش الجميل بتاعنا ده. وبعد كده ندوس على اول صورة، بعد كده نخش على انيميشن وندوس على كومبو، ونبدأ بقى دي كلها افكتات وفلاتر تقدر نستخدمها في الصور بتاعتك. شوف المناسب معاك واستخدمه. ده اللي انا استخدمه، هي مش هتفرق كتير بس انا بستخدم الخمسة دول ببدل بينهم يعني بين الصور بتاعتي. شوف المناسب معاك واعمله. ومش هسرع لكم الفيديو عشان لو في ناس عايزة تعمل زي بالظبط تشوفوا معايا واظبطهم وارجع لكم تاني على طول. بس كده يا شباب، بعد ما خلصنا الانيميشن هندوس على علامة الصح ونشوف الفيديو سريعا سريعا كده مع بعض عشان لو في اي حاجة هنعدلها. كده كده الفيديو تمام يعني مفيش اي حاجة هتعدل، الفيديو هيطلع معاك مظبوط واحترافي جدا. ولو في اي حاجة وقفت معاك اكتبلي في الكومنتات هرد عليكم على طول. وهتسيب الفيديو من العلامة اللي فوق على اليمين. وبس كده هيكون انتهى شرح الفيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو استفدت بأي حاجة في الفيديو ده اكتبلي تحت في الكومنتات، يعمل لي كومنت يشجعني ان انا اعمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. ولو في اي حاجة وقفت معاك عرفني بقولها لكم تاني اهو. والصوت بتاع الفيديو ده هتلاقوه في جروب التليجرام، اللينك اللي في الوصف. ولو في اي حاجة برضه وقفت معاك كلموني هرد عليكم. عشان بص ملكمش حاجة، انت هتعمل فيديو انا هتعمل الفيديو. وبعد ما تعمل الفيديو الجميل بتاعك نزله على الستوري بتاع الانستجرام واعمل لي منشن، هنزله عندي في الستوري وبص واروق عليك.
نزله عندي في الستوري واروق عليكم. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الشروحات الجديدة اول باول. خلاص مش فاضل كتير نوصل ل4000 مشترك يا ابطال. خلاص عيلتنا بتكبر كل يوم عن يوم. وما تنسوش لو عايزين اي شروحات تانية اكتبولي تحت في الكومنتات. وبس كده، السلام.